السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونون بخير. وياكم مريم. حبيت أعلمكم طريقة تنظيف الأظافر. وهاي الطريقة تجيبون معجون أسنان وفرشة وتخلون عليها المعجون وتنظفون أظافركم بيها بهاي الطريقة. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. نظيفة. هسه أجيب ليمونة أو بعصير الليمون أو إذا ما أو بقشر الليمونة. أنظف الأظافر بيها بهاي الطريقة. الليمون معروف عنه ينظف يبيض بشكل خارق، يعني المبيض الأول يعني بالعالم سواء للبشرة للأظافر. وهيجي أخليه مثل ما انتم تشوفون دا يطي مفعول، وأخليه فد إذا تحبون 5 دقائق دقيقتين حسب انتو شقد ما تريدوها بيضة. راح أخليه فترة على أظافيري وأرجع لكم بعد ما أنظف بيه. تشوفون انتو تشوفون شلون اكو فرق بالأظفر، شلون صار شكلها تقريبا شفاف ونظيف. بعد ما أخلص أسوي الخطوة اللي وراها، أرجع لكم أنتظر هيك على أظافيري أبقي فترة وأجيكم حسب ما أريد شقد نظيفة تكون. بعد ما خليت الليمون المدة الكافية اللي أريدها، أجيب زيت شجرة الشاي تي تري أويل. إذا كان عندنا أي عدوى صفرة أظافيرنا بها أي عدوى شكلها ما حلو تقتل، هذا زيت شجرة الشاي يقتل كل البكتيريا والجراثيم وأيضا يبيض الأظافير. فحطوا بهاي الطريقة على الأظافر وتتركوا المدة اللي انتو تعجبكم، دقيقة دقيقتين 5 دقائق. راح يقتل كل البكتيريا والجراثيم وأيضا يبيض الأظفر ويخليه يلمع مثل ما تشوفون. فانتظر وأجيكم. بعد ما خليت زيت شجرة الشاي أجيب الجليسرين وأجيب مي الورد وأجيب علبة فارغة وأحاول أحط بيها ملعقة من مي الورد وملعقة من الجليسرين وأخلطها. وبعدين بعد ما أخلطها أحطها على أظافيري وحشوفكم شلون من أخليها بالعلبة. بعد ما أخليها بالعلبة أخليها على أظافيري أشوفكم الطريقة. وهذا هو الجليسرين ومي الورد، أحطه بهاي الطريقة مثل ما انتو تصبغون أظافركم بهاي الطريقة على الأظفر من الداخل أيضا. وهاي الطريقة راح تبيض الأظفر وتسووها على كل أظافركم هاي الطريقة.